السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع آخر كلام اليوم في رمضان، من أول الموضوع ال11 لحد الموضوع ال15، اللي هي عبارة عن دعاء بنقوله كل يوم مع أيام رمضان الكريم. بنقول في اليوم ال11 من أجمل أيام المسلمين: بدعوك يا رب يا رب كل العابدين، تقبل صيامنا وخشوعنا عنا لنكون فائزين، برضاءك عنا يا رب نكون من المنصورين، وارحمنا برحمتك واجعلنا برزقك قانعين، اللهم تقبل منا، آمين آمين آمين. في اليوم ال12 من شهر الأنوار: تقبل سجودنا يا خالق الليل والنهار، واشفنا من المرض ومن كل الأضرار، وارزقنا الصحة واجعل الحق لنا شعار، واحفظ جيشنا وبلادنا من كل غدار. في اليوم ال12 من شهر الأنوار: تقبل سجودنا يا خالق الليل والنهار، واشفنا من المرض ومن كل الأضرار، وارزقنا الصحة واجعل الحق لنا شعار، واحفظ جيشنا وبلادنا من كل غدار. آمين آمين آمين. في اليوم ال13 من شهر الساجدين: شهر الخير والبركة، شهر التائبين، تقبل صيامنا واغفر لنا ذنوب السنين، واعطنا الصحة والخير ولبلادنا النصر المبين، على كل خائن غدار من أتباع الشياطين، فأنت الله الغفار المحب لكل الشاكرين. في اليوم ال13 من شهر الساجدين: شهر الخير والبركة، شهر التائبين، تقبل صيامنا واغفر لنا ذنوب السنين، واعطنا الصحة والخير ولبلادنا النصر المبين، على كل خائن غدار من أتباع الشياطين، فأنت الغفار المحب لكل الشاكرين. آمين آمين آمين. في اليوم ال14: يا عالم الأسرار، اغفر لنا ذنوبنا واجعل الإسلام لنا شعار، واعطنا الصحة واجعل للحق أنصار، وارزقنا يا رحيم الجنة وابعدنا عن النار، وتقبل دعائنا يا رب فأنت القادر الغفار. مع صوت الدعاء، مع صوت الأذان اللي في كل وقت يا رب، بندعوك تاني ونقول: في اليوم ال14: يا عالم الأسرار، اغفر لنا ذنوبنا واجعل الإسلام لنا شعار، واعطنا الصحة واجعل الحق أنصار، وارزقنا يا رحيم الجنة وابعدنا عن النار، وتقبل دعائنا يا رب فأنت القادر الغفار. في اليوم ال15 من شهر النور: أدعوك يا رب أن تجعلني عبدا شكور، وتنعم علينا بالصحة وتبعدنا عن الشرور، وتتقبل سجودنا وتجعلني دائما في سرور، برضاءك عني فأنت الله الرحمن الغفور، وتجعلني من الفائزين يا رب يوم النشور. في اليوم ال15 من شهر النور: أدعوك يا رب أن تجعلني عبدا شكور، وتنعم علينا بالصحة وتبعدنا عن الشرور، وتتقبل سجودنا وتجعلني دائما في سرور، برضاءك عني فأنت الله الرحمن الغفور، وتجعلني من الفائزين يا رب يوم النشور. آمين